قبل مشاهدة الفيديو اشترك في القناة وقم بتفعيل زر الجرس ليصلك إشعار بالفيديو الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، وبالمناسبة فهو أول فيديو لي في القناة، لذلك لا تبخلوا علي بلايك وسبسكرايب. طبعا هذا الفيديو سنتحدث عن انمي، وانمي جميل 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 جدا، وهو انمي بوتوم. في الحقيقة فإن انمي بوتوم لا يقل إثارة عن انميات معروفة مثل ناروتو وقاتل الشياطين والانميات الأخرى كذلك. إذا فرجة ممتعة، وأتمنى أن ينال هذا المقطع إعجابكم. اسم الانمي بوتوم. ملحوظة: يرمز اسم الأنمي إلى اسم اللعبة بنفسها، وعدد حلقاته هي 12، وتصنيفه خيال علمي سنن وأكشن وبسيكولوج. التصنيف العمري زائد 17 لاحتوائه على بعض المشاهد المخلة ولوجود الدماء وبعض الكلمات الفاحشة. عرض يوم 4 أكتوبر وانتهى في 20 ديسمبر. القصة تتمحور حول ريوتا ساكاموتو، وهو نيت بالعربية، لا يدرس ولا يعمل ولا يتدرب، شاب مهووس بلعبة القتال أونلاين بوتوم. لكن في أحد الأيام يستيقظ ريوتا ليجد نفسه داخل اللعبة دون أن يتذكر كيف ومتى دخل إليها، ومن هنا تبدأ مغامرة ريوتا في النجاة بحياته والخروج من هذا العالم المجهول. وشخصية ريوتا ساكاموتو، وهو في 22 من عمره، طوله حوالي 176 سنتيمتر، ويعيش في طوكيو، وهو البطل الذكر في لعبة بوتوم أي الأنمي، وهو من أفضل اللاعبين في لعبة بوتوم أونلاين، أفضل لاعب في اليابان، ويأتي في المرتبة 10 بالنسبة للعالم. وتم ترشيحه كأحد المشاركين في اللعبة الواقعية من طرف أمه، فهو شاب في العشرينات من عمره، لديه شعر بني وبني العينين، حيث اكتشف في وقت لاحق أن والدته هي التي رشحته ليصبح أحد اللاعبين في بوتوم، لأنها لم تعد قادرة على احتمال احتقاره لها، وفي النهاية ندمت على ما فعلته. يا أم، الندم لا يفيد حينما يفوت الأوان. فكرأي فقط لم تعجبني أفعال ريوتا، ولكن في نفس الوقت فعل الأم كان حقيرا جدا، ففي الأخير يظل ابنها بعد كل شيء. ومؤدي الصوت اسمه هونغو كانادا، الذي كرس عمله فقط في ريوتا، أي أننا لن نستمع إلى صوته الرائع إلا في أنمي بوتوم. والآن نمر إلى الشخصية الثانية، واسمها هيميكو، وهي في 15 من عمرها، طولها حوالي 161 سنتيمتر، وهي أحد سكان طوكيو. هيميكو هي البطل الأنثى في الأنمي، وهي الشخص الذي يتعاون مع ريوتا في اللعبة، وهي الشخصية المعقدة تماما من الرجال. ليش كده؟ حيث كانت في ماضي لئيم جدا مع أشخاص كادوا بالاعتداء عليها، وحينما عزلت في الجزيرة حاول شخصان الاعتداء عليها بعد أن وثقت بهما نوعا ما. حظك تعيس يا هيميكو. وفي النهاية أصبحت تخاف الرجال تماما، وتكره أن يقترب منها أي رجل، ولكنها أدركت بعد ذلك أن الشخص الوحيد الذي تستطيع الوثوق به هو ريوتا. هيميكو هي فتاة شابة في عمر الزهور في المدرسة الثانوية، تمتلك عينان زرقاوتان، شعر أشقر ذو بشرة بيضاء. بشكل عام فهيميكو من أجمل فتيات الأنمي، حيث كانت هيميكو في المدرسة الثانوية كانت على علاقة بيوشيوكو وفرقته، والذي كان ذو سمعة طيبة بين الفتيات. وفي أحد الأيام أخذت صديقاتها من المدرسة، وهما ميهو ويوكي وأريسا، في شقة بها الفرقة. وحينما ذهبت هيميكو إلى منزلها في نفس المبنى تركت صديقاتها هناك، وبعد فترة عادت لتراءاتها المخدرات والكحول على الطاولة مع إضاءة خافتة، وبدأت تبحث في الشقة، وانتهى بها المطاف في غرفة النوم. ليش؟ حيث رأت منظرا مقرفا لصديقاتها والفرقة. بينما يوشيوكو يصورهما، حاول يوشيوكو الذهاب لهيميكو لإكمال أعماله المقرفة، ولكن هيميكو ركضت بعيدا لإنقاذ حياتها،
بعد أن رحلت انتهى الأمر بصديقتها كارهينها ومتمنين اختفائها من الوجود. وهنا حيث كانت بداية هيميكو في لعبة بوتوم الظالمة. مؤدية صوت شخصية هيميكو هي ميموري سيزوكو. والآن نمر لأحد الشخصيات الثانوية، وصراحة الشخصية كوسوكي كيرا، وهو شخصية رائعة في الأنمي ولقد أحببته جدا. المهم اسمه كوسوكي كيرا، فتى في 14 من عمره، وهو أحد أبناء أحياء طوكيو. وبسبب ماضيه مع والده وعذابه من ناحية العنف المنزلي أصابت كيرا عقدة نفسية أو ما شابه، فهرب من منزله وقام بالكثير من الأمور الوحشية كالسرقة والقتل والاعتداء على الفتيات. وهو أيضا محترف في لعبة بوتوم، وبسبب إدمانه على الألعاب الإلكترونية أصبح على ما هو عليه، فقد كان والده عنيف معه بسبب غضبه من هذه الأمور. وتحدث احتكاكات بينه وبين ساكاموتو في وقت لاحق، فحينها برأيكم من سيفوز، هذا الطفل الصغير أم ذلك الشاب الخائف؟